بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا مشتركاتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم راح خيطوا نفصلوا مع بعضنا جبة للعيد ولا المناسبات، غير بمتر ونص من القماش تاع الجوهرة. وعندي هنايا 2 مترات من هذا القالون الماروكان، وعندي 3 شوشوبيات، اي اوسي عندنا هذو لي بيير للتزيين. وهذه القندورات تلبس طاي اكس ال و ال. انا راح نفتح هذه المتر ونص على متر ونص، فوالا. وهذا القماش يتفصل بجهة الطول على حسب الخطوط. راح نطويه هكذا عليه 2 ونزيد على 4، فوالا. هنا راح نطوي على 4 طبقات. فوالا. دوك البنات نبداو مباشرة القياسات. هنا راح نديرو خط فيه 35 سنتيمتر، ولا كامل اللي تحب دير كامل قماش دير كامل قماش حتى 37 سنتيمتر. هنا راح ندير فتحة الرقبة 7 سنتيمتر، والخلفية درت فيها 5 سنتيمتر، وندير هذه الرقبة وراح ندير الرقبة الأمامية 18 سنتيمتر، وندير هذه الرقبة شغل قلب، شغل لوزة، كل واحد كيف يسميها. فوالا. هاني نعاود برك باش تبان لكم مليح البنات. احنا راح من ميل الكتف راح ننزل ب4 سنتيمتر، وهذه القندورة عفوا لي مونش لاصقين فيها، وراح ندير خط من هذاك الخط. راح ننزل طول حردة عفوا راح ندير لكم فتحة الكم تكون فيها 25 سنتيمتر. فوالا. ندير هذا الخط، ربع دوران الصدر. هنا درت لها فيه من 30، كل وحدة تقيس دوران الصدر. انا هنا درت 30، نتوما تقدروا ديروا حتى 33 سنتيمتر. فوالا. وندير هذا الميلان ونخرج هكذا دروا كامل القماش. فوالا. شوفوا انا البنات نجي في المانش هنايا ندخل ب1 سنتيم وندير هكذا خط مائل. فوالا. والطول هنايا درت لها فيها 1 متر و42، بصح كل وحده دير الطول تاعها. انا قربتكم من الكاميرا باش تشوفوا الرسمه كيفاه. دوك راح نقصو. انا دوك راح تقولوا لا راكي تقصي بالمقص هذا المسنن هكذا باش ما تطلقليش هذيك الخيوط برك. فوالا. هنا راح نطلع بواحد ربع صباع. فوالا. وهنا راح ندير اون فونت الطول تاعها في 30 سنتيمتر. هنا ندير نعلمها هكذا.
هنا دوك راح نحي أظهر ونخلي الأمام ونقص الرقبة الأمامية. شوفوا البنات، هنايا قبل ما نبداو في التبطين تاع الرقبة لازم نديرو لا فيزلين. فوالا نحي هذا الزائد هذا تاع الرقبة. فوالا شوفوا هنا البنات هاني في الجهة الأمامية هذه، شوفوا راح ندير نكرونطي هكذا. هنا راح نحكم هذه الرقبة وندير الكفة هكذا صايرة. فوالا بعد ما نكفوها راح تخبى بالقالون هذاك. فوالا شوفوا هنا راني كفيتها مش باينه بكل. ودرك نحط عليها هذا القالون. هنا راح ندير طول ونحبس القالون. هنا ندير فيه 25 سنتيمتر، تقدروا ديروا اكثر تقدروا ديروا اقل كيما تحبوا. فوالا دوك راح نخيط هذا القالون ونرجع لكم. شوفوا هنا كي نوصل لهذه العلامه تاع 25 سنتيمتر. فوالا شوفوا كيف نطوي في القالون هكذا وندخلوا هذه الشوبيه. بون هنا راح نجيب شويه من البي راح نسجل في الرقبه الخلفيه. فوالا انا بعد ما خلصت خياطه القالون والتبطين تاع الرقبه الخلفيه دوك راح نجمعوا الكتفين. كان دورة سهله اي وحده مبتدئه تبغى تخيطها. هنا بعد ما جمعنا الكتفين فوالا فوالا هنايا راح نجمع لي مانش مع بعضهم
هكذا في زوج، نحطهم هكذا على بعض. هنا نعدلهم باش يجوني كيف كيف. راح ندخل بواحد سنتيمتر هكذاك، فوالا كيما هاك تشوفوا في الفيديو، وندير هذه التقويصه خفيفه هكذا هكذا. فوالا تحصلوا على هذا الشكل. هنا درك شوفوا البنات راح ثاني نكرونتي نفس الشيء كيما الرقبه اللي درتها هكذا في الامام، وندير كفه ونحط عليه هذاك القلم. ها فوالا البنات دوك راح نكف المونش، فوالا بهذا الشكل. راح تحصلوا على اون بيل فينيسيون الداخل. الخياطه راح تكون مكانش الداخل خلاص الا في الجوانب تاع القنطره. وزيد نخبيه هذيك الكفه هذيك خبيها بهذا القلم. شوفوا انا كي نوصل هنا المنتصف تاع الكتفين راح ندير هذه الششوبيه ونكمل بالخياطه. فوالا ونتحصلوا على هذا الشكل. دوكا نجمعوا القندوره مع بعض. انا هنا نجمعتها، وصلت هنا الجهه تاع الفونت هذيك. فوالا دوكا نروح ندير لها البنات كفها هكذا. فوالا بعد ما كفيناها دوكا راح نجيب هذا السوتاج ونزين به هذه لافونت. انا بعد ما خلصنا خياطة كاملة وجمعت القندورة، وشوفوا هنا كيف خيطت هذاك السوتاج. فوالا نروح نزيدو نزينوها بهذوك لي بيير. فوالا دوك تشوفوها واجدة البنات، ونقول لكم مع السلامة وعلى بخير في الفيديو ان شاء الله.